السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده هنحل مع بعض مسألة رقم 57 من ديلي تشالنج ليت كود. يلا بينا. مسألة النهارده اسمها تو كيز كيبورد. المسألة باختصار بيقولك ان هو هيديك عندك سكرين، والسكرين دي فيها الكاركتر A، وطالب منك تشوف لي اقل عدد من الخطوات تخليني اكرر الاي دي ان مره، اكزاكتلي ان مره، لا ازيد ولا اقل. بمعنى لو انا قلت لك ان انا عاوز الاي دي تتكرر 3 مرات، انت ايه الاوبشنز المتاحه بالنسبه لك؟ يا تكوبي كل اللي في السكرين، يا اما تعمل ايه بيست، ما عندكش اي اوبشنز تانية. طيب تقول لي ماشي. طب دلوقتي لو انا هحل مساله زي دي هعمل ايه؟ والله تعال نفكر في كل السيناريوز. وانس ان احنا بنفكر في كل السيناريوز، يعني ده نوع المفضل من المسائل، ولا انا بسميه ايه؟ باترن معنى ايه؟ والله انا بشوف ايه اللي بيحصل وبحاول اسيميوليت البروسيس. طيب انا لو اديت لك ايه واحده، يعني انت عندك ايه واحده دلوقتي اللي هي ايه كده، افضل حل ايه؟ والله خلاص ريتيرن ايه؟ زيرو، يبقى الاول بتاعك زيرو، خلاص شكرا انا مش عايز حاجه تاني. لو انا قلت لك انا عاوز اتنين ايه، انت مين اللي في الاول بيكون معاك ايه واحده، صح؟ فانت بروسيس رقم واحد هتقول ان انا هكبر، هدوس كنترول سي، دي بروسيس رقم اتنين هدوس كنترول في. فعندي الاتنين رحنا مطلعين ايه؟ مطلعين الاوت اتنين. طب عندي التلاته، نعمل نفس البروسيس. انا والله في الاول معايا الايه، هعمل ايه؟ والله هكبر، ادي خطوه رقم واحد كوبي، خطوه رقم اتنين هحط بيست، خطوه رقم تلاته هحط برضو بيست. كده الاجابه طلعت بتلاته. طب وبعدين اربعه، شوف انا بعمل ايه وركز معايا. طيب اول حاجه بيكون معاك الايه، هروح اعمل كوبي خلاص، وبعدين هعمل بيست. وبعدين هل اكمل بيستات؟ لا، اعمل كوبي كمان مره لكل الموجود واعمل بيست. انا كده خدت كام خطوه؟ ادي والله في الاول كان معايا ايه، دوست كوبي، ادي كده خطوه. بعدين دوست بيست، ادي كده الخطوه الثانيه. بعدين رحت دوست كوبي كمان مره، ادي كده الخطوه الثالثه. بعدين رحت دوست بيست، ادي كده الخطوه ايه، رقم 4. خلاص يبقى انا خدت 4 خطوات عشان اعمل دي. طيب تعال نعمل الخامسه. نفس السيناريو بالظبط. معاك ايه، كل اللي عليا ان انا ايه، هكبر، هدوس كوبي. وبعدين انت ممكن قدامك اوبشنين، يا تدوس كوبي كمان مره، يا تدوس بيست كمان مره، يا اما تاخد كوبي تاني. بس انا لو خدت كوبي تاني العمليه باظت بالنسبه لي. ليه؟ هكبر الاثنين ايه، هحطهم هنا، بعد كده هكبر اتنين ايه كمان، فمش هينفع، انا كده زدت عن الرينج. فهتلاقي ان دايما ايه، الارقام الاود لو لاحظت هتلاقيها تطلع بنفس الفاليو. مش هعرف العب فيها. ليه؟ لان الكوبي في حد ذاته هيدمر لي الدنيا. فتقول لي يعني انا هفضل خدت كوبي مره واحده اهو، كده دي خطوه، بعد كده هدوس بيست مره اتنين تلاته اربعه لحد ما اخلص كده ال5 خطوات، اقول لك صح. فهتلاقي دايما الارقام الاود ما فيهاش مهرب ان انت عارف تتعامل معاها. بس هل كل الارقام الاود؟ ميلي لا، في ارقام اود ممكن تطلع بايه، تطلع فيها بريزلت، بس مش دايما. يعني هفهمك حاجه، يعني انت عندك دلوقتي ايه، والله الواحد بالنسبه لي زيرو، خلاص. الاتنين لا، والله الاتنين بالنسبه لي اتنين، خلاص مش مشكله. طب رقم اوضه زي تلاتة مش هعرف العب معاه. 4 طلع 4، 5 طلع ب5. تقول لي طب ما الرقم عمال يطلع هو، واقول لك تعالى نجرب، تعالى نشوف الستة دي كده ممكن تدينا كام. والله الستة اهو، ايه، هدوس كنترول ايه، ادي خطوه، هدوس كنترول بي، ادي كده ايه الخطوه الثانيه. بعدين هدوس كنترول سي، ادي الخطوه الثالثه، هدوس كنترول في خطوه رابعه، هدوس كنترول في خطوه خامسه. فادي كده ايه، انا عملتها في 5 خطوات بس. شفت بقى الحوار؟ تقول لي يعني الارقام مش ماشيه بالترتيب، اقول لك صح. السبعه دي خلاص قلنا ان هي رقم اود، فمش محتاج ان انا افكر معاك، خلاص ايه هتكبرهم زي ما هم وتقول ان ايه بعدد الخطوات بتاعتها، مش محتاج ان انا يعني افكر حتى معاك. طيب لو جينا ل8، تعال نشوف. لو جينا خدنا واحده زي التمانية، هتلاقي ان التمانية دي في حد ذاتها ادي كوبي خلاص، وهعمل بيست، ادي كده الخطوه التانية. بعدين هعمل كوبي خطوه تالتة، هعمل بيست خطوه رابعه، هعمل كوبي خطوه خامسه، هعمل بيست خطوه سته، وخلصت التمانية في ايه، 6 خطوات. ولكن انت مش ملاحظ حاجه من الباترن دي؟ تقول لي ايه؟ اقول لك ان الارقام اللي بتطلع هي غالبا حاجه ليها علاقه باكبر فاكتور موجود، صح؟ يعني هو الراجل ده عمال يرجع يعمل كوبي ويبيست، كوبي ويبيست. لو انت لسه ما لاحظتش كمل، انا عاوزك تفضل مكمل وتجيب التسعة والعشرة والحداشر والاتناشر. بس عندما توصل لل12 اظن ان انت محتاج تضرب فرامل هنا وتقول كفايه، انا كده معايا انبوت ومعايا اوتبوت، معايا انبوت ومعايا اوتبوت. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هي حاجه ليها علاقه باكبر فاكتور. بمعنى يعني لو جيت مسكت الواحد ده خلاص هو نفسه، الاثنين هو نفسه، الثلاثه هو نفسه، الاربعه دي هي اكبر فاكتور فيها كام؟ والله اكبر فاكتور فيها 2. فهو ده اللي هيتكبر، ويتكرر كام مره؟ بيتكرر بعددهم. هو الاربعه دي هي عباره عن كام في كام؟ والله عباره عن 2 في 2. خلاص احنا بدل ما هنضرب 2 في 2 احنا المفروض ايه، هنجمع الفاكتورز. فتقول لي 2 و2 4، صح. طب الخمسة؟ لا، الخمسة دي أصلا برايم فاكتور في حد ذاتها. طب الستة؟ والله الستة دي عبارة عن 2 في 3، فأكبر فاكتور فيها التلاتة. بعدين كان في فاكتور اللي هو 2،
فاحنا هنجمع التو فاكتورز دول هتلاقي الريزلت طلعت معاك خلاص، اللي هو انا كاني خدت الاي بي دي الاي اي اسف، رحت كبرتها 3 مرات خلاص، ادي مره 2 3. اوكي، فالسبعه لا هي برايم فاكتورز في حد ذاتها. طب الثمانيه والله دي عباره عن 2 واتضربت في نفسها في 2 اتضربت في نفسها في 2 صح؟ تقول لي صح. طب جمعهم بقى انت، ادي بلس وادي بلس. تقول لي يعني انت عايز تقول ان الراجل ده بيجمع البرايم فاكتورز، اقول لك برافو عليك، هو ده اللي احنا عاوزين نوصله من الصفر. تقول لي طب ودي اللي هجيبها ازاي؟ ما فيش اسهل منها. اول حاجه بس عندك كورنر كيس، لو الان دي والله الان دي قال لك ان هي بواحد خلاص، او من غير كورنر كيس اصلا يعني، خلينا نبدا الانسر بزيرو وتعالى نعمل فور انتجر اي ايكوال، هتبدا البرايم فاكتورز بتاعتك من 2 وتقول له طالما الاي تايمز الاي اصغر من او بتساوي الان بتاعتك قول له الاي بلس بلس. طب وبعدين بتفضل طالما الرقم ده ينفع يتقسم على الاثنين بتقسمه، فانا هقول له لو سمحت طالما ان اللي معايا دي مود الاي ايكوال 0، كل اللي عليك ان انت هتقول لي الكاونتر بتاعي دي هيحصل له بلس بلس، يعني دي خطوه انا هعملها، يعني دي كده خطوه لازم تعملها في الحسبان بالنسبه لي. وفي نفس الوقت لو سمحت اقسم لي الان على ايكوال ايه، على ايكوال اي. دي اشهر طريقه بنجيب بيها الايه البرايم فاكتورز لاي رقم معانا خلاص. طبعا ما تنساش بعد ما تخلص ان ممكن الرقم ده اصلا يطلع ايه، يطلع هو في حد ذاته برايم فاكتور، هو اكبر فاكتور ليه. فلو طلع الان بالنسبه لك برايم فاكتور يعني هي مش بتساوي الواحد، قول له لو سمحت جمع لي ايه، خد لي الانسر بتاعه الان، عشان الان دي كده ايه في الحاله دي تلزمني، فانا ايه هجمعها عشان هو الراجل ده بيجمع البرايم فاكتورز. فالان دي في حد ذاتها لو طلعت برايم فاكتور ان هي مش بتساوي واحد، قول له لو سمحت جمع لي الان دي معاك خلاص. تعالى كده نشيل الكلام ده وتعالى نشوف الايه السيناريو بتاعنا ماشي ازاي. تعالى نعمل ريتيرن للانسر بتاعتنا. احنا بنعمل ايه، والله الانسر بتاعتي بزيرو، بعدين انا بحاول اجيب البرايم فاكتورز لكل رقم بيقابلني. يعني مثلا معايا 2 الان ب 2 خلاص. طيب اولا لو الان ب 2 مش هيدخل هنا خالص، فهلاقي ان الان مش بتساوي الواحد، فهروح جامع لك 2 ومطلع لك 2. طب الثلاثه مش هيدخل هنا برضو وهيرجع نفس الريزلت. طب الاربعه والله الاربعه معاك 2 2 في 2 اصغر من الاربعه ماشي، طالما الان موديل اي ايكوال 0 4 اقسم يا عم الاربعه على الاثنين فيها الاثنين، وخدنا الانسر مش بلس بلس، الانسر بلس ايكوال اي، ان انا بجمع البرايم فاكتورز خلاص. فهقول له لو سمحت كده انت معاك 2. يعني ايه معاك 2؟ يعني انا لو معايا ايه اهي، فانا اول خطوه هعملها هعمل كوبي صح، تاني خطوه هعملها هعمل بيست، ادي كده ايه اول 2. طب الخطوه اللي بعدها هعمل كوبي برضو، بعدها هروح اعمل بيست، ادي كده ايه، ادي كده الخطوه الثانيه بالنسبه لي. اوكي، فدول 2 ستيبس المفروض في الكيس دي هطلع 4. تعالى كده نعمل رن، انا اديتك بس سامبل صغير على ايه رقم صغير. تعالى نشوف الريزلت بتاعتنا، هتلاقي ان فعلا عدى من التست الاول والثاني. تعالى قبل ما نسبميت مثلا نديله مثلا نفرض هنا 30 ونديله هنا 100 وندوس رن، نشوف الريزلت بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. هتلاقي ان فعلا ال100 ادت لك 14 والاجابه دي صحيحه، وال30 ادت لك 10 والاجابه دي صحيحه. وفي حد ذاتها ال30 لو جيت فكيتها، تعال نفك البرايم فاكتورز بتوع ال30، هتلاقي ان هي والله فيها 10 خلاص اتضربت في 3، فال3 دي برايم فاكتور. طب ال10 لا لسه ممكن تتفك، اللي هي عباره عن 2 اتضربت في 5. فالرقم ده ال30 اسرع طريقه ممكن نوصل بيها لل30 ان احنا نوصل ل2 في 5 ونكررها 3 مرات خلاص. السمشن بتاع الكلام ده هو اللي بيديك لل30 2 و5، دول السمشن بتاعهم 7 والثلاثه 10. انا عارف ان النوع ده من المسائل يمكن اول مره يقابلنا، بس هو ده نوع مشهور جدا اسمه باترن. الحل الوحيد ان انت تطلع الباترن ان انت تفضل تدي نفسك انبوت واوتبوت انبوت واوتبوت. تعالى كده نعمل سبميت نشوف الريزلت بتاعتنا هنجيب اكسبتد ولا لا. هتلاقيني فعلا اكسبتد وبيت 69% من الحلول. فاتمنى لو الحل عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وشير. لو عندك حلول تانية ما تنساش تسيبها لنا في الكومنتس، ولو عايزني احل لك المساله بحل جديد زي الديناميك بروجرامينج او ريكيرسيف قول لي في الكومنتس. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.